لو الجيم اللي انت بتتمرن فيه متاح فيه الاجهزه اكتر، يبقى ابدا اجهزه. رقم 1 بالنسبه لي الاجهزه لانها امن وبتلبي الغرض اللي انا عايزه. رقم 2 بالنسبه لي البار لانه ثابت اكتر من الدمبل. رقم 3 واخطرهم وتخليه تاجله دايما لاخر مرحله هو الدمبل. يبقى جهاز، بار، دمبل. الجيم اللي انا فيه مش متاح فيه غير بار ودمبل، يبقى اكتر البار عن الدمبل التمرين بتاعتي. تاني حاجه، لما تكون بتتمرن ما تتمرنش عضله واحده بس، ما تتمرنش عضله زي الصدر تمرينه 2 3 4 6 10 تمارين في يوم واحد، لان الكلام ده هيجهدها وانت غير مؤهل للكلام ده. حتى الكلام ده برضو الناس المحترفين برضو الكلام ده بالنسبه لهم كتير. انا مش برشح البرو سبليت لاي حد، لكنه مش غلط. يبقى تنوع في تمرينك، تخلي التمرين بتاعتك فول بادي في البدايه، اول شهر او 2 أو 3 فول بادي اللي هي جنرال بالمصطلح العام بتاعنا، عشان جسمك يكون مؤهل للكلام ده كله والعضلات تتوزع عليها المجهود بتاعها كله. تاني حاجه بتتمرن ابر لور. تالت حاجه انتيريور بوستيريور. كل دي مقترحات، يعني بتاخد اي حاجه منهم مفيش مشكله. واخر حاجه بوش بول ليجز. بتتمرن بوش بول ليجز، بتتمرن التمرين يبقى فيها حركتين للعضله او 3 حركات ماكسيمم في التمرينه الواحده. يبقى زي ما احنا قلنا ابر لور، فول بادي، انتيريور بوستيريور، بوش بول ليجز، لكن ما تمرنش عضله واحده وما تجهدهاش في يوم واحد فقط. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.